بربع كيلو لحمة بس وبحبتين باذنجان كبار رح نعمل أطيب وأشهى وجبة عائلية اقتصادية بكمية وفيرة. وجبة بتشهي القلب، كتير كتير طيبة، بنصحكم تجربوها، رح تحبوها كتير، سهلة وسريعة، والأحلى من هذا كله إنها بدون فرن. وهلأ قبل ما نبلش بوصفة اليوم حابة أقولكم كتير محتاجة دعمكم هاي الفترة، فيا ريت ما تبخلوا علي بلايك لهذا الفيديو، وأكيد المتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه. وهلأ يلا نبدأ. هون رح أحتاج لحبتين كبار من الباذنجان، رح أشيل القمعة بهذا الشكل ورح أبدأ بتقشيرهم. أقشرهم بشكل طولي وما رح أشيل القشرة كاملة، رح أعمل بس خطوط بهذا الشكل يلي رح تشوفوه، وبعد هيك رح أبدأ بتقطيعهم. رح أقطعهم على شكل حلقات حجمها متوسط، وبعد ما أقطعهم رح أرتبهم بصينية أو بصحن كبير ورح أرش عليهم الملح. هون كتير مهم نضيف الملح على الباذنجان قبل لا نقليه لحتى ينزل السوائل اللي موجودة فيه. وهلأ بمقلى على النار رح أضيف تقريبا معلقتين كبار من الزيت النباتي، وبس ليسخن عند الزيت رح أضيف عليه بصلة حجمها كبير. وهون البصلة فرمتها مكعبات حجمهم وسط، رح أقلب البصلة مع الزيت لحتى تدبل، وبس تدبل عندي رح أضيف عليها اللحمة. بالنسبة للحمة احتجت لربع كيلو من اللحمة 250 جرام. طبعا هون اللحمة عندي عجل بلدي مفرومة فرمة خشنة، وطبعا مضيوف عليها شي 70 جرام من الدهن. هون يفضل انكم تضيفوا الدهن او اللية، رح تعطيكم نكهة شي بتشهي القلب، بس اكيد لو ما بتفضلوا فيكم تستغنوا عنها. رح اقلب اللحمة مع البصلة، وبس يبلش لونها يتغير رح اضيف سن من الثوم المهروس، بقلبهم على النار شي دقيقتين. وهلأ رح اضيف مكون بشهي القلب رح يخلي طعمتها كتير اطيب. وهالمكون معلقة كبيرة من دبس الفلافلة، ما بتتخيلوا قد ايه نكهته مميزة مع هالصينية، لو متوفر عندكم أبدا ما تستغنوا عنه. ورح أضيف كمان معلقتين كبار من معجون البندورة. وبالنسبة للتوابل رح أضيف معلقة صغيرة من البهار المشكل أو البهارات السبعة، مع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الأوريغانو، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بقلبهم على نار هادية وبضيف عليهم هلأ 3 حبات كبار من البندورة المبشورة، وفيكم تضيفوها مقطعة. بحرك البندورة مع اللحمة وبتركها على النار شي 5 دقايق لحتى تتسبك، وبنتقل لتحضير الخطوة الثانية. بمقلاية كبيرة على النار رح أضيف كمية من الزيت النباتي، ورح أنزل عليهم الفلافلة الخضراء الحلوة. هون احتجت لحبتين كبار من الفلافلة، وطبعا ما رح أقليها كتير، هي أصلا رح تدبل مباشرة شي كم دقيقة، بخليها لحتى تدبل، وبعد هيك برفعها على النار. وهلأ بنفس المقلاية يلي قليت فيها الفلافلة الخضراء رح أقلي الباذنجان. بس كتير مهم قبل ما نقلي الباذنجان نمسحه بفاين المطبخ لحتى ننشفه من الملح والسوائل. بنزل الباذنجان وبقليه، طبعا رح اخليه بس ليوصل لهذا اللون الذهبي الحلو، وبعد هيك رح ارفعه عن النار. بخلص الكمية كاملة، وبعد هيك ببدأ بتطبيق اطيب واشهى وجبة ممكن تاكلوها. رح احتاج هون لصينية كبيرة، ورح انزل بقاع الصينية طبقة من الباذنجان يلي سبق وقليناه. هلأ وبعد ما اضيف اول طبقة من الباذنجان رح انزل من خليط اللحمة يلي حضرناه سوا، بس ما رح اضيف الكمية كاملة، رح اضيف بس جزء شي تقريبا نص الكمية يلي عملناها. برتبها فوق الباذنجان بهذا الشكل. وهلأ رح اضيف الفلافلة يلي كمان سبق ودبلناها قبل شوي. طبعا اكيد لو حابين فيكم تضيفوا بطاطا مقلية كمان رح تطلع طعمتها شي بشهي القلب. هلا وبعد ما ضفت الفلافلة رح اضيف البندورة. اضافة البندورة اختيارية، انا هون ضفت بس حبة كبيرة قشرتها وقطعتها بهذا الشكل. وهلا رح اضيف كمان طبقة من الباذنجان. لو ما عملتوا لايك لهذا الفيديو حابة أذكركم وأقولكم إني كتير محتاجة دعمكم، فيا ريت ما تنسوا اللايك للفيديو والمتابعة للصفحة، وأكيد بحب أشوف تعليقاتكم الحلوة. آخر شي مثل ما عم بتشوفوا بعد ما رتبت طبقة الباذنجان رح أضيف كمية اللحمة يلي كانت ضايلة معي، ورح أرفع الصينية على النار. ضفت عليها قرن فلفل حار، طبعا رح أتركها على النار 5 دقايق على درجة حرارة مرتفعة لحتى تغلي، وبعد هيك بوطي عليها وبغطيها وبتركها شي 10 دقايق، وبقدم أطيب وأشهى مسقعة باذنجان ممكن تاكلوها بحياتكم كلها. وصفة اقتصادية طيبة سهلة وسريعة، والأحلى من هذا كله إنها بدون فرن. بتمنى تكون عجبتكم. صحتين وعافية مقدما.